التراثية على كونها أماكن تباع فيها أغراض فلكلورية. هنا عقارب الساعة تأخذك إلى عالم آخر عاش فيها الأجداد حكايا وقصصا ترويها أزقتها الضيقة. سوق العرب إحدى أقدم الأسواق التراثية التي تحمل خفايا أزمنة غابرة في مدينة كربلاء المقدسة. أنا متواجد بهذا السوق بالأربعينات، يعني من الأربعينات. أنا مواليد 42. فهذا سوق العرب سموه لأنه كان يعتمد على بدو الرحل. وحسب ما يسولف لي أخوي أكبر مني توفى الله يرحمه ويرحمه ولا أجدادكم، كان البدوي يدخل بالسوق هو والناقة مالته وهو البعير مالته، يدخل داخل السوق، يدخل هنا يتسوقون الأقمشة القديمة. ومثل ما قال الأخ أبو براق هنا تباع الفراوي، الفروة اللي هي من جلد الخروف، وتستورد عادة من الشمال من الموصل، بالذات قرية قرقوش اللي ذكرت زيارة البابا. فهنا يجون عادة بالشهر الثامن التاسع يتسوقون، وغالبيتهم على البادية يجون يتسوقون من السوق. ياخذ قماش يسموه لمدة سنة، فياخذ سعر من عنده أضعاف أو المحل، لأنه سنة كاملة يجي وقسم ما يحصلهم، فيضطر أبو المحل يسافر ويروح يتابعهم. والدي واحد من عندهم كان هنا بالسوق. والدي مواليد 1892 توفى سنة 58. فقسم من عندهم يحصلوهم، قسم ما يحصلوهم. عام 1642 وتحديدا في العهد العثماني، عندما تسلم أحمد آغا إدارة المدينة المقدسة، شريع ببناء مبنى البلدية وأحاطها بمجموعة من الأسواق المترابطة، وكان من ضمنها سوق العرب الذي اشتهر أصحابه بتجارة الأقمشة. لهذا المكان سحره الخاص لكونه يعتبر نقطة جذب للسياح من جميع دول العالم الإسلامي. يرتبط خان البغدادي بهذا المكان ارتباطا وثيقا، إذ كان رواد سوق العرب قديما من الرحالة والبدو الذين كانوا يقيمون في الخان عند وصولهم إلى كربلاء، ليكون محطتهم الأولى لشراء كل مستلزماتهم قبيل مغادرتهم نحو البادية. إن الأسواق التراثية في مدينة كربلاء كانت تتسم ببساطة معالجاتها المعمارية، خصوصا أطواقها وسقوفها الحجرية المعقودة بإحكام، ونتيجة لعدم الاهتمام بها من قبل الدولة في زمن النظام البائد، فقدت الكثير من مقوماتها الإنشائية، إذ استبدلت سقوفها الحجرية ذات الطابع الإسلامي بأخرى خشبية تغطيها صفائح معدنية. في مختلف البلدان العربية والإسلامية نجد تلك الأسواق التي يقصدها السائح بلهفة بحثا عن أسرار المدينة وتراثها وإرثها الحضاري. سوق العرب نموذجا يفوح منه عبق الماضي ليصبح